السلام عليكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. جالك يا حبيب قلبي فيديو جديد، وبرضه في بند حظر المرة دي، وجايب لك التحديث الجديد لنسخ الواتساب، النسخة الحمراء والنسخة الصفراء. تمام، تابع الشرح لحد الآخر عشان تعرف تحدث النسختين عندك وتحدث باقي النسخ لو انت مستنسخها. تمام، هسيب لك كل حاجة في وصف الفيديو، كل حاجة تكون بلينكات مباشرة عشان الناس اللي عايزة تنزلها على طول. وبعد يوم او اتنين هنزل لينك مختصر بدل اللينك المباشر. تمام يا شباب، بس الاول كده لو انت مش مشترك عندي في القناه انزل اعمل اشتراك القناه وفعل زي الجرس، لايك كومنت للفيديو، ومش طالب منك اكتر من كده، تقديرا بس منك. تمام يا شباب، فصلى على النبي ولا نبدا الفيديو. دلوقتي قلبي دي كده النسخ العكس اللي انا بستخدمها. تمام، دلوقتي اللي هنحدثها النسخه الصفراء اللي هي دي النسخه الصفراء. تمام، نعمل كده شوت فاضي عشان بس نفعل زر العكس. فبرضه اقول لكم كل حاجه، دي النسخه بالتحديث الجديد، هو اللون بس متغير شويه، بس هو عادي يعني. انا مش عايز اغير اللون ده عشان ده اللون اللي فضلت ثابت عليه من اول ما بدأت النسخه ديت، بس في الوان تانية انت مش عايز اللون ده ما تنزلش النسخه دي. انت عندك نسخه تانية اللون الاحمر واللون العادي. تمام، فانا خلينا دلوقتي في النسخه دي الاول، وبعد كده نخش النسخه التانية. تمام، دي النسخه دي متحدثه. تمام، النسخه دي لسه ما اتحدثتش، دي. تمام، دي اللي متحدثه. كده عندنا مدير الملفات، فده التحديث القديم، لكن ده التحديث اللي عندك عشان برضه هوريك كل حاجة، هوريك تعمل ايه وتسوي ايه عندك عشان تحدث النسخ كلها. تمام يا شباب، تمام. خش على نسخة تاني، تلاقي ايه دي نزلت بالتحديث القديم. لو ده التحديث القديم اللي عايز يتحدث بقى اهوت والكلام ده كله. تمام، نطلع نخش على مدير الملفات طبعا بعد ما تنزل النسخة ديت اللي هي تحديث نسخة العكس الصفرا دي قصدي. تمام، دي اللي هتحدثها بقى، تعمل لها تحديث، انت مش تمسح اللي عندك ولا اي حاجه، تعمل تحديث بس هننزلها من لينك الميديا فاير وتعمل تحديث. تمام، استنى كده تخلص معاك. تمام كده اتثبتت، هتلاقيها جت على العلامه الخضراء اللي جنبها اللي هي كده اتثبتت. تمام، نخش عليها، طلع بالتحديث الجديد وسجل التغييرات وده كل حاجه. تمام يا شباب، وعلامه التحديث اللي هنا اتشالت. تمام، هنشوف بقى متى النسخه كل حاجه في النسخه ديت. طبعا عندك هنا تسجيل ريكورد في قلب الحالة وكل حاجة، الحاجات اللي هي الجديدة دي. تمام، شوف بقى مدة النسخة الأربعة دي كده أقولك تحذر منها ازاي. عندك هنا خش على الإضافات اللي هي الإعدادات يعني دي قصدي. بعد كده الحماية الخصوصية، عندك هنا زر العكس، الرسالة لحظر الأرقام، عايز تفعله عايز تقفله، دي من هنا عادي. تمام، كده تبعت الرسالة عادي جدا من غير ما تفعل زر العكس. تمام، طب أكنك كده دلوقتي حطيت البند في قلب الشات، فعل زر العكس أكنك جاي تحظر. فعلنا زر العكس، جيب الرقم اللي انت عايز تحذره ورسال رقم غير محفوظ. حط الرقم كده بالشكل ده، هتحط البند مثلا اكن ده البند اللي انت هتعكس بيه. هحط البند في قلب الشات، تطلع هنا كده عشان تديله الابلاغات بتاعتك، ابلاغ عن. تمام، احلى حاجه في الواجهه دي اللي هي عندك هنا زر علامه الصح دي متشاله، مش موجوده هنا. الابلاغات ثابته ما بتطلعش من الواجهه دي، تقدر تعمل 100 ابلاغ في دقيقه. بص، والابلاغات بتاعتها يبقى ب20 ابلاغ، انا مش عامل اكتر من كده عشان النسخه تبقى خفيفه. انت بتعمل واحد كده انا عملت 20 ابلاغ في واحد بس. شوف قوة الابلاغات بتاعت النسخة ديت، دي النسخة اللي هي انا مش ممكن اخليكم تعملوا 100 ابلاغ في ضغطة واحدة او 200 ابلاغ و300 ابلاغ، بس ده كله يبقى ضغط والكلام ده كله. انا عايزك تكون سريعة وحلوة معاكم. تمام، اعمل كده الابلاغات بتاعتك عادي جدا. تمام، هتخلص الابلاغات بتاعتك من الناس كان 10 20 50. تمام، خش جوه الشات، عندك ابلاغات برضو جوه الشات سريعة وكل حاجة. تمام، خلصت تفعل على علامة الصح بقى وتعمل الإبلاغ. تمام، دي كده بالنسبة للنسخة الصفراء. هنشوف النسخة الحمراء برضو. تمام، دي النسخة الحمراء. تمام يا شباب، اللي هي دي بشكل تاني، لون تاني، كل حاجة مختلفة، برضو نفس النظام. خش عندك آلات النسخة وكل حاجة. عندك هنا زر عكس، تفعل زر عكس وتقفله. تمام، تيجي ال3 نقط ترسل رقم غير محفوظ، هتحط الرقم اللي انت عايز تغيره
دخلك جوه الشات. نسخة بلون جامد. الصورة ده يا شباب معنى كده اللي هو مش حاطط دي بي، اللي هو صورة شخصية يعني. دي كده اللي تحت لا يوجد صورة، دي صورة لله باسم انكسترو. لو كده هو مش حاطط صورة، طالما تطلع ديت يبقى هو مش حاطط صورة عنده. تمام. تديله البلاغات بتاعتك برضو شاشة ثابتة وعلامة الصح متشالة. نسخة ضرب ببلاغات. تمام يا صاحبي، خلصت البلاغات بتاعتك من بره، برضو نفس النظام جوه، تعمل البلاغات بتاعتك وتفعل علامة الصح وتطير الشات. تمام. طب دلوقتي انت عندك النسخة ديت عايز تنسخها بقى لكذا نسخة. طبعا هتكون عندك ام تي مانجر، سيبلك اللينك بتاعه في وصف الفيديو. هتحط نسخة على ام تي مانجر كده في الملفات. هتخش على الملف، مثلا انت عندك النسخة ديت اللي هي الأصلية، اللي هي أول نسخة خالص نزلتها. تختار كده نسخة من الملفات. تعمل ايه؟ تيجي عند العلامة دي، تيجي عند كلاون اي بي كي اللي هي تاني واحدة دي. هتفعل الزرار ده، دي علامة صح دي يكون متفعلة أو الزرار ده يكون متفعل. هتعمل اوكي وتسيبها لحد ما تحمل. هتحمل. يجيلك مكانها واحدة كده باللون الأخضر. هتمسح اللي باللون الأسمر وتسيب اللي باللون الأخضر وتثبتها، وتعمل نفس الحوار لحد ما تحدث النسخ اللي عندك بتاعتك كلها. ده كده يا صاحبي التحديث وكل حاجة. كل حاجة سيبلك في وصف الفيديو. بس متنساش تقدرني تعمل شكل القناة وتفعل زر الجرس. لو كومنت الفيديو، لو محتاج أي حاجة بند حظر أرقام، فك حظر أرقام، أي حاجة، كلمنا على التليجرام، بعمل كل حاجة هناك. بس كده يا صاحبي، سلام يا شباب.